خلاط. نعم. اسمح لي كليب واحد فقط. طيب تفضل شيخ، نعم. بقي معنا تقريبا 10 دقائق. 10 دقائق. نعم. انظروا. هذا اولا قريب جدا لخامنئي مرشد الثورة، ثم أصيب. هذا يقول أنا عابد الحيدر، وطبعا هذا بين الثقافة الشيعية عادي جدا. نعم. وهم عباد علي وليسوا عباد الله تعالى حقا. ثم أصيب بسرطان في الحنجرة ومات، ولكن انظروا ماذا يقول. نعم. يقول أنا عابد حيدر. ارفع الصوت للآخر. صوت. أنت طريقك طريق المستقيم. نعم. أمك الزهراء رحمن رحيم. نعم. زينب مالك يوم الدين. إن لم يكن هذا عبادة البشر وخروج من الملة باتفاق الأمة، فما هي الكفر إذن؟ فما هو الكفر إذن؟ زينب مالك يوم الدين، هذه هي أساس التشيع في الأصل الحديث الذي يخفيها علماء الشيعة من عامة الشيعة أو من عامة المسلمين، أما في حسينياتهم يقولون ذلك. نعم. زينب مالك يوم الدين، وإياك نعبد وإياك نستعين يا زينب. مهدي مالك الأرض. هذه كل نهب صفات الله تعالى وإلباسها للأموات الذين لا خبر لهم من الدنيا. نعم. لا محمد إلا علي. لا إله إلا زهراء. هل رأيتم عالما شيعيا واحدا مرجعا شيعيا واحدا استنكر هذا كما يستنكرون لعلماء السنة ليلا ونهارا؟ لا إله إلا زهراء. إن لم يكن هذا كفر، ما هو الكفر؟ هذا هو ذنب الوهابية، هذا هو ذنب السنة، لأنهم يحملون عقيدة التوحيد، يرشدون الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، لكن من خلال هذه الترهات وخلال هذه الكفريات يوقدون النار بين المسلمين، يفرقون المسلمين ثم يفرغون جيوب الشيعة. يا حيدر أنت خالق الأرض والسماء. هؤلاء عباد علي، والعلي بريء منهم ومن أمثالهم. وما عندنا ملجأ إلا أنت يا علي، ما عندنا غاث ونستغيث به إلا أنت يا علي، ما عندنا كهف نلتجئ له إلا أنت يا علي. لا تخيب عبيدك اللي جايينك، لا ترد عبيدك يا علي. هذه الأفكار الرائجة في الحوزات في قم وفي نجف، وهذا الذي يجعلهم أن يكونون أداة لكل مستعمر غازي. هيدا أنت الرازق كل ما سواك يا حيدر. يا حيدر أنت عبد الله وأنت الله. إن لم يكن هذا هل في نهج البلاغ يوجد كلمة واحدة من هذا؟ هل هؤلاء الشيعة؟ هؤلاء الزنادقة باطنية ليس لهم دين، ولذا في الدولة الفاطمية كان يصب فيها الأنبياء علنا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذا يا شيعة العالم استيقظوا، في استيقاظكم هدم لهؤلاء ونجاة لكم، ويا سنة العالم استيقظوا، وإلا ستكونون على محب الريح.